تحس ان الفرق كلها بتساعد النادي الاهلي على الفوز بالدوري. حاله الزمالك الفتره اللي فاتت قبل ما يكسب ماتشين ورا بعض، بس الزمالك بعيد، مصر بيخسر، نادي سموحه بيتعادل، المقصه اللي هو المنافس الاقرب للنادي الاهلي بيخسر من وادي دجله. فيعني شايف خلاص الاهلي حسم الدوري ولا لسه الدوري في الملعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا قبل كده اتكلمنا فيها ودي خلاص واضحه جدا. النادي الاهلي حسم الموضوع من بدري، والاهلي بيحصد نتيجه اللي هو عنده استقرار وعنده نظام. يعني هو النادي الاهلي اكثر منظومه في الدوري المصري، عندها نظام، عندها سيستم واضح جدا، عندها حاله من الالتزام، عندها الانضباط، عندها الاداره خلاص سايبه الجهاز الفني بيشتغل بشكل كويس جدا. الخبرات اكتسبها المهندس محمود طاهر ومجلس ادارته من السنوات قبل كده. كل الحاجات اللي هي المشاكل اللي هي موجوده في نادي الزمالك مش موجوده في النادي الاهلي. حتى النادي الاهلي في شهر يناير لما ابتدى مثلا مش بيدعم نواقص، بيدعم تكامل بمعنى ان هو مثلا عنده لعيبه في كل مكان يجود يعني بيشوف بدايل. حتى لغايه دلوقتي انت ما شفتش عمرو بركات، ما شفتش احمد الحمودي بشكل مكثف. حتى كوليبالي اللي احنا كل الناس اتكلمت ومن داخل النادي نفسه، ودي علمك احنا يعني اتكلمنا فيها انا وهاب كده. ممكن بيبقى في لعيب تدريب، ممكن في التدريب شكله ضعيف. يعني انا لما كنت في ابو ظبي من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي قالوا ان هو يعني لعيب، يعني الاهلي شربه بمعنى صح. ده وفقا الحمد لله قول الكلام ده اعضاء الجهاز الفني والجهاز الفني ماشي ولا حاجه. انا الناس فاكره انا اللي قلت كده، انا قلت اللي جوه النادي الاهلي قال كده، بس هو ماسكين في امنا في القصه دي والله ولاعيبه كبيره في النادي الاهلي كانوا يعني بيتكلموا ان هو يعني الاهلي جاب. بس الولد لما لعب كسر الدنيا. هو بص اتحرك كويس قوي. هو اتقال بالنص ان عمرو بركات هيبقى مفاجاه لما يشارك، وان كولوبالي بعيد. ده من جوه الجهاز الفني بس. لا ولا كل لعيبه قبل ما يلعب بس هو في حاجه احنا اتعلمنا حاجه في الكوره. في لعيب بيبقى تدريب يكسر الدنيا، في لعيب في التدريب تحس ان هو مش قوي، بس في الماتشات يعني اقول حاجه جمال حمزه دي، انا جمال حمزه كنت بتفرج عليه في الزمالك تحس مش قوي في التدريب، لعيب عادي جدا، بس في الماتش تلاقيه بيروح عامل لك واحده كده غريبه جدا، تحس ان انت قدام لعيب موهوب. فعلا دي حقيقه. دي وده فرق مع النادي الاهلي. يعني حتى بص الاهلي دايما يقول لك حتى الحظ بينا الاهلي، الحظ لا ياتي الا اقوياء، ودي حقيقه. النادي الاهلي هو اقوى فرقه في الدوري، خطوط متكامله في النادي الاهلي، عندهم تجانس، عندهم مدير فني قوي جدا على المستويين، بيعرف يغير، بيعرف قدرات اللعيبه، عارف يسيطر على الموضوع الاساسي اللي كان مخلص على النادي الاهلي ومشكلته، موضوع الفتوات او الناس الكبيره في النادي الاهلي اللي هو بيعملوا مشاكل. انت النادي الاهلي حسام غالي ما بيلعبش، ما فيش مشاكل، عماد بيتي ما فيش مشاكل، ما سيبك من الكلام اللي بيطلع اللي بره الملعب او الاعلام، لكن جوه الملعب ما فيش مشاكل خالص. انت بيقعد عمرو جمال، بيلاعب كوليبالي، بيلاعب مش عارف مين، بس من ساعه ما كوليبالي متالق وبيلعب عمرو جمال بعد خلاص. بص النادي الاهلي بيلعب اي ماتش عمرو جمال بره الفرقه بتكسب ما تحسش فرق كبير، عماد بيتعب بينزل او ما بينزلش ما بيفرقش كتير، كوليبالي بينزل هو ممكن يعمل فرق بس عشان احنا مركزين معاه، لكن هو النادي الاهلي اللي بيكسب، النادي اللي ما بيخسرش في الدوري لغايه دلوقتي، بقاله فتره كبيره عنده حاله ثبات، وده الاهلي بيحصد حاله استقرار اللي موجوده. يعني الدوري اتحسم ولا لا؟ انا شايف لا الدوري الموضوع منتهي. ايهاب الخطيب الدوري اتحسم للاهلي؟ رقميا ما نقدرش نقول، او حسابيا ما نقدرش نقول، سيبك من رقميا، منطقيا ووفقا للاحداث والظروف لا الدوري يعتبر، خصوصا بعد خساره المقصه من وادي دجله وقبل لا والله لسه الاهلي هيلاعب المقصه، لسه الاهلي هيلاعب الزمالك. انا هقول لك ليه يا كابتن كريم، لان انت في الاول ما بتبصش على الاثنين منافسين على قد ما بتبص على اللي راكب الاول، على النادي الاهلي هو فين وبيشتغل ازاي. ما تبص على النادي الاهلي تشوف اخر كام ماتش ما دخلش في مرمى هدف، تعد كام ماتش، تشوف اخطاء دفاعيه ما فيش اخطاء دفاعيه، تشوف الديفندرات في تالق من حسام عاشور، تشوف كذا حاجه تلاقي الدنيا ماشيه بشكل كويس. فبالتالي حتى لو الفرق قليل بين الاهلي وبين المقصه انت شايف ان الاهلي صعب يتهزم، يعني يوم ما يبقى عنده بدلك ممكن يبقى عنده تعادل، انما هو ما فيش الكلام ده الفتره. الحاجه كمان المهمه جدا ان كولوبالي فرق مع النادي الاهلي في حاجه اخطر بكتير. كولوبالي ما بيخليش النادي الاهلي يتضغط، بمعنى الاول كانت بتيجي 4-5 فرص ولا فرصه بتروح الا يعني فرصه بالعافيه كده ويجيبها واحد غير الاسترايكر او غير المهاجم، حد من اللي جاي من تحت، نجيب يخش يجيب واحده، سعد يخش يجيب واحده. كولوبالي خلاص تحتيه اجاي والدنيا مظبوطه، فبالتالي النهارده وفر عليك صحيح شويه. صحيح الكلام ان هو راح اشتكى للجهاز الفني ان اجاي ما بيتعاونش معاه وما بيتعمد ان هو ما يبصلوش. شوف انا اقول لك حاجه كنت سايبها لك في الاخر بقى في فقره الاسئله بتاعتك في الامتحانات في الامتحان في الاخر، بس ده جزء يعني في حاجات ثانيه. ماشي. كولوبالي قصه العقد بتاعه طبعا عليه كلام كتير جدا. حاجه الوحيده اللي في العقد مظبوطه للكلام كله اللي طلع ده
ان لو لعب 15 مباراه متتاليه ياخد 25 ياخد ألف دولار. ودي غير الاهداف. الاهداف مفيش حاجه الاهداف خالص والله في العقد بتاعه. بس العقد بتاع كولوبالي زيه زي اي لاعب في نسبه مشاركه. وقصه ال 25,000 دي جايه من توزيعه قصه المشاركه. ايوه وده صح، لانك 10 هيحط 10 اهداف بالظبط. بس موضوع الاهداف ده مش موجود. طيب لو لعب 14 مباراه وطلع بره السكور مره، عد من الاول، يعني انت برضه ليك مخرج. انما هو في التوتال قصه الاهداف دي مش موجوده. مفيش شروط جزائيه في عقده تماما. ويمكن كنت بكلم دكتور حسام سراج وشفت الموضوع ده واتكلمت في الموضوع ده. يمكن ده الكلام المظبوط في عقد كولوبالي، عشان طبعا اللي اثير في الفتره اللي فاتت، طب هو بيجيب اهداف، طب ده مش هيبصيله، طب هو مش هينفع ده يجيب كذا، يعني عارف في شويه حواديت كده. عارف يا كابتن كريم ما تجيش. ايوه يعني يا كابتن عمر في حواديت كده بتقال على اللعيبه ما تجيش. اولا لا ليه في الكوره فيها كده. لا بس زمان الزمالك كان بس لا بقى بشوف انا ما اقدرش اقول، بس حتى من 2 افارقه ما تجيش. يعني اللعيب الافريقي ده بيبقى خايف على نفسه قوي. واجاي يا دوبك ابتدى يتواجد بشكل كويس ويلعب في المركز اللي هو بيحبه، بل بالعكس هو ده المكان بتاع اجاي، هو ده المكان اللي اجاي بيلعب فيه بشكل كويس وبيظهر فيه بشكل كويس. كولوبالي الراجل كانوا الاهداف اللي جابها لو شفتها كلها، سواء كان بالهيد كويس، لعيب قوي، سواء كان برجليه، سواء كان برد الفعل في المباراه الاخيره. ان الشوطه بتاعت حسام عاشور بياخدها بيظبطها من رجليه اليمين لرجليه الشمال وبيحطها، عارف هو واقف فين، عنده احساس كبير جدا بمرمى المنافس، ودي مهمه جدا. كتير لعلمك يعني. لا عالي بصراحه، جوه ال 18 عالي جدا. شفناه في الملعب امكانيات لاعب ومهاجم يعني حاله خاصه. ده حقيقي. وفي حاجه اميز من كده، انه موفق. يعني في مهاجم بيبقى عنده امكانيات، يعني فلافيو ده كلنا شايفين قعد سنه بحالها كده حط كوره ما حطش غير الجون اللي بظهره، ظهر راسه. يعني خبطه ودخلت كده. ولكن كان عندنا قناعات وشايفينه اللي هو يبقى يعني يجي منه، بس كانش بيهدف. فتحت معاه بعد كده. فكولوبالي فيه ميزه حلوه، انه لعيب كويس وكل حاجه، انه برضه حظه كويس. يعني برضه حظه كويس، دي بتفرق بقى مع اللاعب. طيب الاهلي حسم الدوري برضه ما ردتش عليا. لا انا قلت لك ما اقدرش اقول بالنقاط، ولكن انا يعني لا انا بتكلم منطقيا. حسم الدوري وحسم الدوري الاسباب اللي قلتها لك يا كابتن كريم، وبعيدها تاني. عنده مدير فني قوي، عنده اداره بتدعمه، عنده في مدير كوره صارم. النهارده لما 2 لعيبه من الكبار، كابتن عماد متعب وكابتن احمد فتحي، طلعت منهم تصريحات تاني يوم انت ما شفتش اي حاجه خالص، والدنيا قفلت على الكل والدنيا رجعت تركز تاني. عنده مجموعه من اللعيبه مميزه جدا، عنده بقى نوع من التنافس كبير جدا، عنده خط ظهر قوي، عنده حارس مرمى قوي، عنده يعني خلاص النادي الاهلي واصل لافضل مراحله. المخصصه برضه مش المنافس اللي يديك احساس ان هو ممكن يجيب النادي الاهلي. ايوه انا برضه كنت عايز اقول لك يا كابتن عمر حاجه كابتن كريم قالها لها. يمكن الكابتن كريم قال الفرق بتساعد او ساعدت النادي الاهلي ان هو يحسم. هي قد تكون عيب في بعض الفرق ان هي مش ظاهره بشكل كويس، لكن ميزه في النادي الاهلي كويس انه بيستغل. صح، ما هو انت لازم تستغل. صح. وبعدين برضه في كام ماتش اول ما الكابتن حسام جه الناس عابت عليه جدا. الاهلي ما بيبصش حواليه، الاهلي مش ان هو بص لنفسه، بص نفسه. ده عوض يعني صديقنا صحفي بيقول لي في القانون الجديد في بند كل من استخدم القوه او العنف او التهديد او الترويع ضد لاعب او حكم او احد اعضاء الجهاز الفني هيعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه وغرامه 50,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه. حد ادنى 6 شهور. لا لحد ادنى 6 شهور. المده لا تقل عن سنه، دي الماده 89 من قانون الرياضه الجديد. لا في حاجات كويسه قوي، في حاجات كويسه، في حاجات لو خلي حد يقدر ينزل الملعب كده 6 شهور حبس. ده ما فيهاش بقى الجماهير على طول. تمام. يعني هيبقى في شويه حاجات حلوه. معلش اذا كانت هي قويه شويه بس كويس، احنا عايزين عقوبات رادعه عشان تظبط. محتاجينها بالظبط. لان انا بزعل لما يقول لك شفتوا لما بتطلعوا تلعبوا بره بتحترموا. لا مش كده القصه. طيب قول لي بقى، احنا بنختم خبرين بتوعنا اللي احنا الانفرادين اللي انت المفروض طيب انا اديتك واحده حاجات جديده واحنا ماشيين. قلت لي ايه في الاول؟ بتاعت كولوبالي اللي هي دي عاديه دي بتاعه ماشي. دي عاديه دي مش عايزين 2 تانيين. طيب لو عايز من الاهلي هيبقى في مهاجم افريقي من الدوري على رادار النادي الاهلي. الدوري المصري. مهاجم افريقي.
حلو كده عشان في أكتر من تقدر حد. تقول لي ايوه. لا مش هقول لك اكتر من حد. في اكتر من حد على فكره. ماشي بس هو واحد في إيريك بس. تراوري وفي باول مفوافي وفي رزاق سيسي فوافي بتاع أسوان. الزمالك قطع فيه شوط كبير وبعد الازمه الاخيره وقفت، ولكن الزمالك متمسك بيه. تمام. لكن اناسيو برضه هيكون ليه راي في الصفقات الفتره ماشي. الأولى بالنسبه للزمالك. بالنسبه للنادي المصري وبالنسبه للاثنين لعيبه اللي الزمالك عايزهم سواء كان احمد جمعه وكابوري او كابوريا، يمكن في جلسه تجديد امبارح كابتن حسام قال لهم اي لعيب انتوا عايزين تبيعوه باعوه، بس انا من حقي اقول لكم انا عايز 1 2 3. انت من حقك كاداره تقول لي اللعيب ده انا هبيعه، وانا من حقي كمدير فني اقول لك انا عايز ده او ده او ده، زي ما هتبيع ده تجيب لي ده. صح. بس يا عمر الايوبي في حاجتين اقولهم لك. اول حاجه طبعا بس مش هقول لك تفاصيلها. انت ايه بتهددني يعني ولا ايه؟ لا ما ينفعش تقول تفاصيلها. لازم تقول بالتفصيل. احنا واحده واحده وراها نخليه. آه. لا مش هينفع. لا مجلس دلوقتي اتحاد الكوره بعد حكم المحكمه لحازم الهواري وصلاح الهواري بقى في شرخ كبير جدا. الحرب البارده انتهت خلاص، بقت حرب ساخنه خلاص. ما بين مين ومين؟ لا خلاص مش على مقعد النائب. ما هو بس دلوقتي كده. ما هي المشكله طبعا على مقعد كده النائب. كرم مش كردي هنكمل التفاصيل. ومجدي عبد في الغني. 4 دلوقتي عايزين يتنافسوا على مقعد النائب. عمر هيقول لك 2 وانا اقول لك 2. هو ده جزء من الموضوع، بس يعني في جزء كبير هو جدا. كرم كردي ومجدي عبد الغني. الاول كان وممكن سيف زاهر. الاول كان بين دلوقتي ممكن اولا عايز طبعا يخش. لا ما بعيد عن سيف. يعني ربنا ييسر كبوة كابتن حازم طبعا، والدكتورة طبعا. سحر يا رب. طبعا. يعني لكن كان بين الدكتور كرم كردي وبين الكابتن حازم كان حازم الهواري عشان في حازم كابتن الهواري. حازم الهواري كان هي دي الصراع الاكبر. يعني كابتن مجدي عبد الغني واقف بعيد شويه يعني سايبهم ايه شوف الدنيا. هو في لندن بقى دلوقتي هو في المقدمه كابتن مجدي عبد الغني كابتن سيف. بس موضوع النائب ده خلاص. موضوع عمر كرم. بيقول لك سيف لا. لا ماشي اعتقد صعب. لا. بس هو كرم كردي مجلس الاداره يعني حياه وموت مش هيجيبوه. بص بقى لو حصل ايه بعد الموضوع دوت يعني. وعلى فكره يمكن يعني كان عنده مناسبه يمكن البعض قاطع في اتحاد الكره، وده كان ناتج لان جلسه الصلح قطع ايه تواجد في الاجتماعات؟ لا في الزيارات الاجتماعيه. في الزياره الاجتماعيه الاخيره كان في الفرح الاخير. لان احد الاعضاء في جلسه الصلح والكلام حتى فيها كان المهندس هنا ورضا بيتكلم على الدكتور كرم كردي بشكل كويس جدا وقال لهم يعني لازم نعمل. فاحد الاعضاء قال له اهو على مكالمه في التليفون او واتس بيقول انا مش هعزم اعضاء اتحاد الكوره في الفرح اللي جاي. فيعني في حاجات كده بتحصل برضو بتبقى مناوشات ما بين الاعضاء. معلش بنحاول نقول الحاجات دي عشان الخبر الثاني عشان الوقت. الخبر الثاني ان هو الجنش اعتقد هيبقى ممكن ده يكون الموسم الاخير ليه، واعتقد عواد اقرب واحد يكون يجي. ليه؟ لا خلاص واضح ان هو بقى في مشكله يعني في قناعه يعني تاني زي ما كنت مرتضى منصور هو مشاكل عاديه يعني. لا هو خلاص بقى في قناعه ان هو مش هو حارس نادي الزمالك، وفي اتجاه الاكبر ان هو يفعلوا التجربه اللي قبل كده اللي هو التفاوض مع محمد عواد حارس اسماعيلي. الكلام ده على مسؤوليتك. على مسؤوليتي طبعا. عشان هيمسكوا يقول لك جنش هيمشي انت اللي بتقول. انا اللي بقول. طيب ماشي يا عم. هو اللي بيقول عمر الايوبي اللي بيقول. ما يهمكش يعني الشر حبيبي والنادي حبيبي كل حاجه. بشكرك يا عمر، شرفتنا ونورتنا. بشكرك يا ايهاب، بشكركم كمان على مجهودكم معانا في البرنامج ومجهودكم كبير طبعا في برنامج كوره كل يوم. مجهود الكابتن عمر. مجهود كلكم يا باشا. ايه الحب ده؟ الحمد لله. بشكرهم شكرا جزيلا عمر الايوبي وايهاب الخطيب. بشكر مخرجنا محمد ابراهيم وكل طاقم العمل في كوره كل يوم، ونتقابل على خير ان شاء الله في حلقه جديده من كوره كل يوم. شوف اخر كام ماتش ما دخلش في مرمى هدف، تعد كام ماتش، شوف اخطاء دفاعيه مفيش اخطاء دفاعيه، تشوف الديفندرات في تالق من حسام عاشور، تشوف كذا حاجه تلاقي الدنيا ماشيه بشكل كويس. فبالتالي حتى لو الفرق قليل بين الاهلي وبين المقصه انت شايف ان الاهلي صعب يتهزم. يعني يوم ما يبقى عنده باد لك ممكن يبقى عنده تعادل، انما هو مفيش الكلام ده الفتره. الحاجه كمان المهمه جدا ان كولوبالي فرق مع النادي الاهلي في حاجه اخطر بكتير. كولوبالي ما بيخليش النادي الاهلي يتضغط، بمعنى الاول كانت بتيجي 4-5 فرص ولا فرصه بتروح الا يعني فرصه بالعافيه كده ويجيبها واحد غير الاسترايكر او غير المهاجم. حد من اللي جاي من تحت، نجيب يخش يجيب واحده، سعد يخش يجيب واحده. كولوبالي خلاص تحتيه اجاي والدنيا مظبوطه، فبالتالي النهارده وفر عليك صحيح شويه. صحيح الكلام ان هو راح اشتكى للجهاز الفني ان اجاي ما بيتعاونش معاه وما بيتعمد ان هو ما يبصلوش. شوف انا اقول لك حاجه كنت سايبها لك في الاخر بقى في فقره الاسئله بتاعتك في الامتحانات. في الامتحان في الاخر، بس ده جزء يعني في حاجات ثانيه. ماشي. كولوبالي قصه العقد بتاعه طبعا عليها كلام كتير جدا. حاجه الوحيده
اللي في العقد مظبوطه للكلام كله اللي طلع ده، ان لو لعب 15 مباراه متتاليه ياخد 25 ياخد ألف دولار. ودي غير الاهداف. الاهداف مفيش حاجه للاهداف خالص والله في العقد بتاعه رسمي. العقد بتاع كلوبالي زيه زي اي لاعب في نسبه مشاركه، وقصه ال 25,000 دي جايه من توزيعه قصه المشاركه. ايوه وده صح، لانك 10 يحط 10 اهداف بالظبط. بس موضوع الاهداف ده مش موجود. طيب لو لعب 14 مباراه وطلع بره السكور مره، عد من الاول، يعني انت برضو ليك مخرج. انما هو في التوتال قصه الاهداف دي مش موجوده، مفيش شروط جزائيه في عقده تماما. مش عليا. لا انا قلت لك ما اقدرش اقول بالنقاط، ولكن انا يعني لا انا بتكلم منطقيا. حسم الدوري وحسم الدوري الاسباب اللي قلتها لك يا كابتن كريم، وبعيدها تاني. عنده مدير فني قوي، عنده اداره بتدعمه، عنده في مدير كوره صارم. النهارده لما 2 لعيبه من الكبار، كابتن عماد متعب وكابتن احمد فتحي، طلعت منهم تصريحات تاني يوم انت ما شفتش اي حاجه خالص، والدنيا قفلت على الكل والدنيا رجعت تركز تاني. عنده مجموعه من اللعيبه مميزه جدا، عنده بقى نوع من التنافس كبير جدا، عنده خط ظهر قوي، عنده حارس مرمى قوي، عنده يعني خلاص النادي الاهلي واصل لافضل مراحله. المخصصه برضه مش المنافس اللي يديك احساس ان هو ممكن يجيب النادي الاهلي. ايوه انا برضه كنت عايز اقول لك يا كابتن عمر حاجه كابتن كريم قالها لها. اتفضل. يمكن الكابتن كريم قال الفرق بتساعد او ساعدت النادي الاهلي ان هو يحسم. هي قد تكون عيب في بعض الفرق ان هي مش ظاهره بشكل كويس، لكن ميزه في النادي الاهلي كويس انه بيستغل. صح. ما هو انت لازم تستغل. صح. وبعدين برضه في كام ماتش اول ما الكابتن حسام جه الناس عابت عليه جدا. الاهلي ما بيبصش حواليه، الاهلي مثل ان هو بص لنفسه. بص نفسه. ده عوض يعني صديقنا صحفي بيقول لي في القانون الجديد في بند كل من استخدم القوه او العنف او التهديد او الترويع ضد لاعب او حكم او احد اعضاء الجهاز الفني هيعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه وغرامه 50,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه. حد ادنى 6 شهور. لا لحد ادنى 6 شهور. المده لا تقل عن سنه، دي الماده 89 من قانون الرياضه الجديد. لا في حاجات كويسه قوي. في حاجات كويسه. في حاجات لو خلي حد يقدر ينزل الملعب كده. 6 شهور حبس. ده ما فيهاش بقى. الجماهير على طول. تمام. يعني هيبقى في شويه حاجات حلوه، معلش اذا كانت هي قويه شويه بس كويس. احنا عايزين عقوبات رادعه عشان تظبط. محتاجينها بالظبط. لان انا بزعل لما يقول لك شفتوا لما بتطلعوا تلعبوا بره بتحترموا. لا مش كده القصه. طيب قول لي بقى. ان كلوبالي بعيد ده من جوه الجهاز الفني. بس لا ولا كل لعيبه قبل ما يلعب. بس هو في حاجه احنا اتعلمنا حاجه في الكوره، في لعيب بيبقى تدريب يكسر الدنيا، في لعيب في التدريب تحس ان هو مش قوي بس في الماتشات يعني اول حاجه جمال حمزه يعني جمال حمزه كنت بتفرج عليه في الزمالك تحس مش قوي في التدريب، لعيب عادي جدا بس في الماتش تلاقيه بيروح عامل لك واحده كده غريبه جدا، تحس ان انت قدام لعيب من فعلا دي حقيقه. دي وده فرق مع النادي الاهلي. يعني حتى بص الاهلي دايما يقول لك حتى الحظ بين الاهلي، الحظ لا ياتي الا قوي، ودي حقيقه. النادي الاهلي هو اقوى فرقه في الدوري، خطوط متكامله في النادي الاهلي، عندهم تجانس، عندهم مدير فني قوي جدا على المستويين، بيعرف يغير، بيعرف قدرات اللعيبه، عارف يسيطر على الموضوع الاساسي اللي كان مخلص على النادي الاهلي ومشكلته، موضوع الفتوات او الناس الكبيره في النادي الاهلي اللي هو بيعملوا مشاكل. انت النادي الاهلي حسام غالي ما بيلعبش، ما فيش مشاكل، عماد بيتي ما فيش مشاكل، سيبك من الكلام اللي بيطلع اللي بره الملعب او الاعلام، لكن جوه الملعب ما فيش مشاكل خالص. انت بيقعد عمرو جمال، بيلاعب كوليبالي، بيلاعب مش عارف مين، بس من ساعه ما كوليبالي متالق وبيلعب عمرو جمال بعد خلاص. بص النادي الاهلي بيلعب اي ماتش عمرو جمال بره الفرقه بتكسب ما تحسش فرق كبير، عماد بيتعب بينزل او ما بينزلش ما بيفرقش كتير، كوليبالي بينزل هو ممكن يعمل فرق بس عشان احنا مركزين معاه، لكن هو النادي الاهلي اللي بيكسب، النادي اللي ما بيخسرش في الدوري لغايه دلوقتي بقاله فتره كبيره عنده حاله ثبات، وده اهلي بيحصد حاله استقرار اللي موجوده. يعني الدوري اتحسن ولا لا؟ انا شايف لا الدوري الموضوع منتهي. ايهاب الخطيب الدوري اتحسن للاهلي؟ رقميا ما نقدرش نقول او حسابيا ما نقدرش نقول، سيبك من الرقميا منطقيا ووفقا للاحداث والظروف لا الدوري يعتبر خصوصا بعد خساره المقصه من وادي وقبل لا والله لسه الاهلي هيلاعب المقصه، لسه الاهلي هيلاعب الزمالك. انا هقول لك ليه يا كابتن كريم. لان انت في الاول ما بتبصش على الاثنين منافسين على قد ما بتبص على اللي راكب الاول، على النادي الاهلي هو فين وبيشتغل ازاي. ما تبص على النادي الاهلي، يمكن كنت بكلم دكتور حسام سراج وشفت الموضوع ده واتكلمت في الموضوع ده. يمكن ده الكلام المظبوط في عقد كولوبالي، عشان طبعا اللي اثير في الفتره اللي فاتت، طب هو بيجيب اهداف، طب ده مش هيبصيله، طب هو مش هينفع ده يجيب كذا، يعني عارف في شويه حواديت كده، عارف يا كابتن كريم ما تجيش. ايوه يعني يا كابتن عمر في حواديت كده بتقال على اللعيبه ما تجيش. اولا لا ليه في الكوره فيها كده. لا بس زمان الزمالك كان بس لا بشوف انا ما اقدرش اقول، بس
حتى من 2 افارقه ما تجيش. يعني اللعيب الافريقي ده بيبقى خايف على نفسه قوي. واجاي يا دوبك ابتدى يتواجد بشكل كويس، بيلعب في المركز اللي هو بيحبه، بل بالعكس هو ده المكان بتاع اجاي، هو ده المكان اللي اجاي بيلعب فيه بشكل كويس وبيظهر فيه بشكل كويس. كولوبالي الراجل كانوا الاهداف اللي جابها لو شفتها كلها، سواء كان بالهيد كويس، لعيب قوي، سواء كان برجليه، سواء كان برد الفعل في المباراه الاخيره، ان الشوطه بتاعت حسام عاشور بياخدها بيظبطها من رجليه اليمين لرجليه الشمال وبيحطها، عارف هو واقف فين، عنده احساس كبير جدا بمرمى المنافس، ودي مهمه جدا. كتير لعلمك يعني. لا عالي بصراحه، جوه ال 18 عالي جدا. شفناه في الملعب امكانيات لاعب ومهاجم يعني حاله خاصه. ده حقيقي. وفي حاجه اميز من كده، انه موفق. يعني في مهاجم بيبقى عنده امكانيات، يعني فلافيو ده كلنا شايفين قعد سنه بحالها كده حط كرة ما حطش غير الجون اللي بظهره، ظهر راسه يعني خبطه ودخلت كده، ولكن كان عندنا قناعات وشايفينه اللي هو يبقى يعني يجي منه، بس كانش بيهدف، فتحت معاه بعد كده. فكولوبالي فيه ميزه حلوه انه لعيب كويس وكل حاجه، انه برضه حظه كويس. يعني برضه حظه كويس، دي بتفرق بقى مع اللاعب. طيب الاهلي حسم الدوري برضه ما ردتش. تحس ان الفرق كلها بتساعد النادي الاهلي على الفوز بالدوري. حاله الزمالك الفتره اللي فاتت قبل ما يكسب ماتشين ورا بعض، بس الزمالك بعيد، مصر بيخسر، نادي سموحه بيتعادل، المقصه اللي هو المنافس الاقرب للنادي الاهلي بيخسر من وادي دجله. فيعني شايف خلاص الاهلي حسم الدوري ولا لسه الدوري في الملعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا قبل كده اتكلمنا فيها ودي خلاص واضحه جدا. النادي الاهلي حسم الموضوع من بدري، والاهلي بيحصد نتيجه اللي هو عنده استقرار وعنده نظام. يعني هو النادي الاهلي اكثر منظومه في الدوري المصري، عندها نظام، عندها سيستم واضح جدا، عندها حاله من الالتزام، عندها الانضباط، عندها الاداره خلاص سايبه الجهاز الفني بيشتغل بشكل كويس جدا. الخبرات اكتسبها المهندس محمود طاهر ومجلس ادارته من سنوات قبل كده. كل الحاجات اللي هي المشاكل اللي هي موجوده في نادي الزمالك مش موجوده في النادي الاهلي. حتى النادي الاهلي في شهر يناير لما ابتدى مثلا بيدعم نواقص، بيدعم تكامل بمعنى ان هو مثلا عنده لعيبه في كل مكان يجود يعني بيبقى بيشوف بدايل. حتى لغايه دلوقتي انت ما شفتش عمرو بركات، ما شفتش احمد الحمودي بشكل مكثف. حتى كولوبالي اللي احنا كل الناس اتكلمت ومن داخل النادي نفسه، ودي علمك احنا يعني اتكلمنا فيها انا وهاب كده. ممكن بيبقى في لعيب تدريب، ممكن في التدريب شكله ضعيف. يعني انا لما كنت في ابو ظبي من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي قالوا ان هو يعني لعيب، يعني الاهلي شربه بمعنى صح. ده وفقا الحمد لله قول الكلام ده حقيقي. اعضاء الجهاز الفني والجهاز الفني عشان ماشي ولا حاجه. عشان الناس فاكره انا اللي قلت انا قلت اللي جوه النادي الاهلي قال كده، بس هو ماسكين في امنا في القصه دي. والله ولعيبه كبيره في النادي الاهلي كانوا يعني بيتكلموا ان هو يعني الاهلي جاب، بس الولد لما لعب كسر الدنيا. والله بص اتحرك كويس قوي. هو اتقال بالنص ان عمرو بركات هيبقى مفاجاه لما يشارك.